هلو يا حلوين، اهلا معايا في قناه تركات وصفات. انا جايبه لك وصفه 5 في 1، بتطول، بتقلل تساقط، بتفرد، بتمنع هيشان، بتمنع تقصف، بتدي لمعه. احنا كنا عاملين مع بعض سبراي، كنا عاملين مع بعض حمام زيت، عملنا مع بعض ماسك. ديت بقى اللي بتقضي على التقصف وبتقضي على الهيشان. بجد بجد خطيره، وملمس خفيف جدا، بتغلف الشعرايه. بتدخل جوه البصيله، بتغلفها. المنتجات بتاعتها كلها طبيعيه، وزي ما انت شايفه اتشربت في ايديا. مش بتدهن خالص، بجد بجد خطيره. هقولك دلوقتي الوصفه ايه، بس اول حاجه متنسيش تعملي لايك وتفعلي زر الجرس وتعملي اشتراك لاول مره تشوفيني عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه عندنا طبعا بذور الكتان. بذور الكتان دي يا جماعه خطيره، بناخد منها 3 معالق كبار. دي الاساس بتاع الجل عشان بتفرد الشعر الطبيعي وبتقلل الهيشان 80%، وفيها مخاط طبيعي بتغذي الفروه، وفيها اوميجا 3 وفيتامين اي، بتقوي البصيلات وبتطول الشعر وبتخش جوه الشعرايه بتطريها. هي اصلا بديل للسيروم، بتدي لمعة من غير ما تزيد. عندنا الروزماري، بناخد معلقة كبيرة. تمام، الروزماري ده بيوقف تساقطه، بيطول الشعر، بيساعد يطلع بيبي هير وبيمنع قشرة. بعدين هناخد حبة كده قرنفل طبعا معروف ان هو بيقوي الجذور، بيمنع تساقطه، بيطول وبيتقل وبيدي ريحة حلوة. بعدين هنحط عليهم كوبايتين مية وبتتغلى كويس جدا، بتاع 10 دقايق كده عشان تنزل الفايدة اللي فيها، وبنغطيها. بعديها زي ما انت شايفة كده بعد ما تبرد، بصي بتبقى عاملة زي الجيلي ازاي. هناخدها هنصفيها عشان ننزل منها الخواص بتاعتها كلها. صفيها في اي شاش او شراب زي ما انت شايفه كده يكون نظيف. بستخدمه طبعا للحاجات ديت، للماسكات والحاجات دي. بصي بعد ما صفيتها زي ما انت شفتي كده، هحط عليها معلقه كبيره جوز هند. ده معروف ان هو بيرطب ترطيب عميق جدا، يوصل جوه الشعر وبيمنع التقصف ومضاد للفطريات. هاخد معلقه كبيره. بعدين هاخد معلقتين كبار جل الصبار، ده بيهدي الفروه وبيفك التشابك برضو، ومضاد برضو للفطريات. تمام، هقلبهم كويس جدا. بعد كده هشوف عندي اي نوع كريم بديل الزيت. لو ما عندكيش، في من عند اي بتاع مستحضرات تجميل زي ما انت شايفه كده، الكيس بيبقى ب10 جنيه، بتجيبي كيسين. بجد ده جميل قوي دوت. طب ده بقى اللي بيدي الفينش النهائي، عشان بيدي لمعه فوريه وشكل صحي وسهوله تسريح، وبيفك التشابك وحمايه من العوامل الخارجيه. بجد بجد خطير. بتاخدي المكونات دي كلها بتضربيها في الخلاط. تمام، وبعديها بترجعي تاني بتحطيها في علبة عشان بصي بتفك كده. لما تضربيها في الخلاط هتشوفي دلوقتي القوام اللي هيطلع، وبجد جربيها وهتدعيلي. ما تنسيش تحفظيها في التلاجة. وبتستخدم بعد كل شاور لما شعرك يكون مندي، بتحطيها على الشعرايه، بجد بجد بتغلفها، وبجد بجد خطير.